يسعد صباحكم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. وأهلا وسهلا بكل المشتركين الجداد. بعرفكم عن حالي، أنا لأبي البنت الشامية. اليوم هيك بندردش شوي أنا وياكم. تعالوا نجهز القهوة سوا ونحكي شوي. للأسف قررت إني أنزل على سوريا وزوجي رح يتم هون بسبب صاحب البيت عليهم الله ما يستحق. نحن أخدنا البيت على أساس إنه نحن نثبت عنواننا فيه وما نطلع منه للصيفية الجاي، هيك كنا حاطين ببالنا. وإذ بدقلنا أول امبارح بإنه إنه بده يلغي عنواننا والشقة شكلها ما حتخلص. نحن اللي ما بيعرف، أنا إلي شهر ونص طالعة من بيتي على أساس إنه بس جاي مخالفة على البناء، بدهم يوطوا شوي السقف بسبب قرار محكمة، إنه أسبوع 10 أيام بنرد نرجع عليه. فنحن فتحنا الشقة تحتنا بالضبط. الشقة اللي عطانا إياها كتير سيئة، رطوبة فيها ألف، ما فيها غاز، ما فيها إضاءة، وسخة لدرجة يعني هيك لفونا أكلتها. فقلنا يلا بنتحمل إنه هو أسبوع بأسبوعين بنرجع على شقتنا. هي الشقة هيك بعد ما هبطوا السقف وما كملوها تركوها هلأ حاليا واقفين الشغل فيها. فخبرنا إنه يمكن الشقة تطول شهر أو تطول شهرين، واللي يلغي نفوس عنواننا يعني قيدنا يلغيه من الشقة، وبنفس الوقت بده يرفع الآجار 15%. فما بعرف يعني نحن أساسا طالعين من الشقة ورقم متعهد، يعني صاحب الشقة اللي نحن قاعدين فيها حاليا ما معنا إياه. وإلغاء النفوس بالنسبة إلنا يعني كتير رح يضرنا. يعني القاعد بتركيا بيعرف إنه قديش الأمور هون قانونية وتثبيت العنوان كتير صعب. فقررت إنه زوجي يتم هون وأنا والولاد ننزل. أنا عندي 3 ولاد، فبصراحة خايفة من هي الخطوة. ويعني مرة بقول إنه لأ خلينا نتحمل، أو مرة بقول إنه لأ خليني أنزل. فيطلع من البيت إنه واحد يدور على بيت مرة تانية ويرجع يستأجر وكتابة عقد ونوترة وهيك، فبتكلف حدود 1200 دولار وكتير صعب يعني. فهيك والله، انتو شو بتنصحوني؟ يعني قلت جارب هيك بهي القصص، يا ريت ينصحني ويكتبلي بالتعليقات تحت. وهلأ حبيت إنه تاني نهار نفيق نغير جو وأخذ الصغار على البحر، بما إنه إحنا بنودع تركيا. فقلت لأعملن عجينة القتشمة محشية بالشوكولا. اللي ما بيعرف شو هي القتشمة، هي يعني قريبة شوي على الكرواسان، كتير طيبة يعني تغيير عن الكرواسان وعلى هيك العجينة المعتادة. فأنا هون عجنت العجينة، أكتبلكم المقادير بأسفل الوصف، بأسفل الفيديو عفوا. بعد ما عجنت العجينة ريحتها تقريبا شي ربع ساعة. قرصت كرات قد بعض، وبدي أحط على كل قطعة معلقة زبدة كبيرة. بعدها بدي أفرد العجين مع الزبدة بهي الطريقة مثل ما شايفين انتو بالفيديو. وبدي أحشيها شوكولا، أو انتو فيكن تحشوها زبدة، فيكن تخلوها سادة، يعني انتو اللي بدكن إياه. أي حشوة تطلع معكم طيبة. بعد ما بدي ألفها هيك مثل الرول، وبدي أحاول هيك أبرمها شوي مثل ما واضح معكم بالفيديو. وبنحمي الفرن على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت. بلاقي صار هيك أخد العجينة لون الذهبي من فوق ومن تحت، فورا بطلعها وبغطيها بقماشة، هيك قماشة المطبخ، أو يعني إنه شي بتحطوا فيه انتو الأكل السخن. هلأ الفيديو الجاي إن شاء الله بدي أخدكم معي هيك في مول مواجهة مول مرمرة بارك. كتير عنده قطع حلوة ورخيصة بنفس الوقت، ويعني موديلات جديدة. عرفتوا علي كيف؟ رح أوصي عشانات السفر ونجهز حالنا للنزلة على سوريا. أنا إلي 5 سنين قاعدة بتركيا، وماني شايفة أهلي، ماني شايفة حدا من أهلي. يعني كتير مشتاقة لهم، كتير متحمسة إني أشوفهم. بنفس الوقت إني هيك هكلانة هم من مسؤولية الولاد، والزوج يتم هون لحاله. بالله عليكم، يعني إنه أي حدا إله تجارب يكتبلي بالتعليقات شو بتنصحوني أعمل. واللي ما مشترك اشترك بالقناة عشان الفيديو الجاي احطلكم مواقع المول ومواقع المحلات اللي عندهم
هيك يعني إنه أسعار رخيصة وعندن إندرين بنفس الوقت يعني جودة القطع حتكون كتير ممتازة. وهلأ هون بعد ما أنا تركت العجينة تختمر وقرصتها وحشيتها بحب أدهن وش العجين بحليب ونسكافيه بس يعني هذا لحاله بكفي. ما بحب أحط صفار بيض مشان ما تتم هيك يعني بحس هيك بتم في نتفة ريحة زنخة. فلأ أنا بحب هيك حليب ونسكافيه بيطلع أطيب وبياخد اللون اللي أنا بدي إياه. ليكوا قديش هيك العجينة هشة من جوا وهيك طرية يعني بتتم عندكم يومين 3 بنفس القوام لا بتقسى العجينة عنّا ولا بتبيض فورًا ولا أبدًا. كتير طيبة كتير 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 طيبة قد ما باقولكن أكتر. بنصحكن تجربوها من هيك لللانش بوكس للولاد زوجك رايح على الشغل أو انتي هيك فطورك أول ما تفيقي مثلًا هيك بتاكليها مع كاسة حليب محدّى. فكتير كتير طيبة والله بنصحكن تجربوها. هيك هلأ هي أنا ما كتير حمّرتها حسيتها هيك يعني عملت صينية أمرتها شوي والصينية التانية خليتها هيك يعني أفتح منّا. بعد ما طلعتها من الفرن حطيت على الفرشاية هيك قطعة زبدة صغيرة ودهنت الوش مشان هيك اللمعة وتتم طرية يعني وشها يطنطري يتم هيك عم يلمع متل الجاهزة. هلأ هون كنت عاملة قالب كيك كمان طالعته. هي فطيرة جبتها من البيم بسعرها 75 ليرة تركي يمكن. كمان كتير طيبة يعني هيك للفطور أو هيك مثلًا انتو رحتوا مشوار على البحر أو على الحديقة أو هيك مثلًا أو حتى غدا كمان يعني كمان كتير كتير طيبة بنصحكن فيها. أنا باحب هيك أعملها مسحة خفيفة هيك بالزيت الأبيض يعني بمسك بالفرشاية ما كتير تكتر مشان تكون صحية. هي محشية سبانخ وجبنة. هلأ هيك الكيك بعد ما استوى عندي وقطعته ليكوا شو بني ليكوا القوام كتير هيك خفيف هيك وهش وكتير طيب. كمان زودلكن الوصفة اكتبولي بالتعليقات مشان احطلكن الوصفة بأسفل صندوق الوصف. هلأ هيك فينا تاني نهار الصبح كان كل شي جاهز ورحنا على البحر وغيرنا جو. هي بنتي مدتلكن ايدها على الكاميرا. الأجواء بتاخد العقل. الله يخترنا الخير بحياتنا ولا تنسون تكتبولي نصايحكن تحت بأسفل الفيديو شو تنصحوني أعمل بهي الحالة. انتو الأجواء هي علم تركيا عم يرفرف. والله أنا ما بعرف حاسة في غصة بقلبي إنه رح أترك زوجي هون فما صار خيانتي. بنفس الوقت ما عاد بقي عنا حل يعني حتى أنا إقاماتي خلصوا صار لازمن تجديد وباسبوراتي كمان خلصوا كمان لازمن تجديد. فأنا حركت بس إذا بدي أجدد الباسبورات والإقامات بدي شغل وغير راتب بدي شغل 3000-4000 دولار. وهذا مبلغ كتير كبير الله يختار الخير أحسن شي. هلأ هون ولادي أخدوا الكتب المدرسية وحبيت هلأ هيك شلدون. هذا التجليد هيك بيجي جاهز بس انتي بتركبي جنب وهذا الجنب التاني بيجي عليه لاصق. بنفك هيك اللاصق هذا الشريط الأحمر بهي الطريقة بنركبه من الجنب التاني وبكون عندي جاهز يعني خلال 10 دقايق بكون انتي خالصة كل كتب ولادك. كتير حسيته هيك حلو وسريع وفكرة كتير كتير حلوة. شو رأيكم عنا بسوريا هيك شي؟ هدول الصور وصيت عليهم كمان من تيمو هيك ستيكر يعني متل انتو ما بتقولوا. كمان كتير حلوين هيك بنوتي. الله يخليلكن ولادكن يا رب. وهيك هلأ هيك الكتب شوفوا حتى هيك لونها على الورقة كتير حلو كتير حبيته. كنتوا اكتبولي بالتعليقات من أي بلد عم تشوفوني وإن شاء الله هيك مع الأيام رح يتطور التصوير ورح يتطور الكلام ورح يتطور المونتاج. فبتمنى منكم تدعموني بلايك واشتراك وتعليق حلو متلكم. ولهون بكون خلص الفيديو تبعي. بحبكن كتير باي باي.